لو انت في فترة التعارف مهم جدا انك تسأليه كام سؤال وتسمعي اجابتهم بتركيز جدا، لان الاسئلة دي ببساطة هتوفر عليكي وجع القلب وسنين كتير من الحيرة. اول سؤال هنا: انت عرفتني ليه؟ ارتباط ولا مجرد علاقة والسلام؟ فلو اتهرب بقى وما جاوبش او لف ودار، خدي بالك جدا، ده من اولها كده. تاني سؤال: بتتصرف ازاي لما تزعل من حد؟ لان الطبيعي والمفروض لما يختلف مع حد بيحبه يتناقش بمنتهى الهدوء، انما ما يتهربش ولا يبعد. تالت سؤال: إيه هي أولويات؟ ممكن يكون مركز في شغل أو في نفسه أو في أهله أو فعلا جاهز للاستقرار، والإجابة دي هتحدد مكانتك في حياتك. رابع سؤال: إيه مفهومك عن الاحترام ما بين الاتنين والالتزام؟ مش كل واحد يقول كلمة بحبك يبقى بيحب أو يبقى عارف يعني إيه مسؤولية. خامس سؤال: إيه هي خططك في المستقبل؟ وشايف نفسك قدام هتعمل إيه؟ وهل مستقبله اللي بيحلم بيه مكان ليكي؟ سادس سؤال: ايه اكتر حاجة بتقدرها في شريكة حياتك؟ اجابته هنا هتكشف لك هو فعلا عارف قيمة العلاقة ولا لأ. ونسيت اقول لك حاجة مهمة: بلاش الاسئلة دي تاخد شكل استجواب، يعني اختار الوقت المناسب بالنسبة لك، ولان فترة التعارف مش اختبار ليكي وبس، ده اختبار ليه هو كمان. فلازم تسألي صح واسمعي بعقلك قبل قلبك، لان العلاقة الناجحة ببساطة بتتبني على الوضوح والصراحة من الاول كده. وافتكري كمان ان الغموض ممكن يكون شكله جذاب في الأول، لكن الوضوح والصراحة هما اللي بيحموا قلبك.